السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتفرج عليا، فأنا أحمد داوود وبعتبر القناة مساحتي الشخصية وحابب أتكلم فيها براحتي. النهاردة حابب إن أنا أفضفض معاكم شوية أو أتكلم معاكم شوية. من فترة الحمد لله ربنا كرمني بشغل كويس واشتغلت. والدنيا مشيت تمام، بس أول ما اشتغلت والدي عرض عليا إن أنا أبدأ أشطب في شقتي. فبقى أي دخل بيدخل لي أو أي فلوس بتدخل لي كل شهر بتروح جزء كبير منها، يعني إلا إذا ما كانش مثلا الجزء الأكبر منها بيروح لتشطيب الشقة. فالفكرة إن بعد شهرين تلاتة أربعة عدوا من الشغل، لقيت إن الدنيا مش مظبطة معايا في الشغل كويس قوي. ويعني لا قدر الله الفترة الجاية ربنا يعني العالم، مش عارف هتكون ايه ظروفي في الشغل. لوهلة انتبهت ان هو ما كانش ينفع خالص مجرد ما اشتغل او ابدأ شغل ابدأ اعمل حاجة زي كده، او ابدأ اخلي فلوسي مثلا كلها تروح في حاجة زي كده، وما استثمرش في نفسي او اسس نفسي او اقوم نفسي لشغل جديد، او مثلا لظروف مثلا ان انا في اي وقت ممكن الشغل ده يستغنى عني او ان انا اسيبه. طب ايه اللي انا ما عملتوش او ايه اللي كان مفترض ان انا اعمله؟ انا دلوقتي الحمد لله بشتغل وبيدخل لي دخل، فكان بسم الله الرحمن الرحيم الف ب اساسيات استثمار في نفسك واساسيات ان انت تقوي نفسك. كان مفترض ان انت مثلا بجزء من الفلوس دي تاخد كورس مثلا او تقوي مثلا نفسك في الانجليش، او تاخد كورس برمجة، او تاخد كورس مثلا ديزاين. كان ضروري جدا ان انت في فترة 3 4 5 شهور معاك فلوس كويسة تقدر ان انت تستثمرها في نفسك، او تقدر ان انت تاخد بيها كورسات علشان بحيث ان انت في اي وقت الشغل ده استغنى عنك انت معاك اسلحة او معاك سلاح مقوم بيه نفسك، ان انت في شغل تاني هتروحه او في حاجة تانية تقدر ان انت تبدأ فيها. يعني كان المفترض ان انا في فترة 3 4 شهور الاولانية من الشغل ان انا بجزء من الفلوس اللي بتدخل لي ويمكن الجزء الاكبر كمان اخليه او استثمره في نفسي، بان انا مثلا اخد كورس في مكان كويس جدا مثلا، او ان انا اخد كورس في اي مكان معتمد او مكان كويس جدا اقدر ان انا اقوي فيه نفسي انجليزي، بحيث ان انا بعد يعني لا قدر الله يحصل اي حاجه في الشغل مثلا اكون مهيئ ان انا اشتغل في اي حاجه تانية، ويمكن كمان بمبلغ افضل او مبلغ احسن. فدي حاجه يمكن انا ندمان عليها ان انا ما عملتهاش، ودي حاجه ضروري جدا ان انت لما يبقى معاك فلوس كويسه لازم تسلح نفسك كويس ولازم تقوي نفسك كويس، بحيث ان انت في اي وقت ممكن فعلا الشركه انت شغال فيها او المكان انت شغال فيه يستغنى عنك بدون سابق انذار. كل الفكرة في الموضوع ان انت ضروري جدا فعلا اي دخل يكون بيدخل لك جزء منه اساسي، متفرحش بالفلوس اللي انت داخلالك او بالفلوس اللي جايالك كل شهر، وتنسى ان انت تطور من نفسك او تنمي من نفسك او تخلي نفسك بسلاح، بحيث ان انت لو عايز تسيب الشغل ده دلوقتي تسيبه، بحيث ان انت لو الشغل ده استغنى عنك في اي وقت انت تكون جاهز ان انت تروح تقدم في اي شغل تاني ومعاك المؤهلات الكافية ان انت تروح تقدم في مكان تاني. فحقيقي اللي انا حابب اوصله في الفيديو ده ان اي حد بيدخله دخل كويس او في وقت عنده، وضروري يكون في وقت عندك، انت شغلك بيكون 8 ساعات معاك مرتبك بتنام 8 ساعات، فانت في 8 ساعات تانيين تقدر تعمل فيهم اي حاجة. استغل بس او خد ساعتين بس في الاسبوع مثلا، او 4 ساعات في الاسبوع، يعني يوم ساعتين ويوم تاني ساعتين، فانت هم 4 ساعات في الاسبوع تستغلهم ان انت تطور من نفسك فيهم. ضروري جدا، دي حاجة يعني ما فيهاش مناقشة او ما فيهاش ان انت تتجادل فيها، لان انت في اي وقت متعرفش ممكن الشغل يستغنى عنك. في اي وقت ان انت ضروري جدا تبقى عايز مثلا تطور من نفسك، او حتى لو الشغل مش هيستغنى عنك فانت محتاج ان انت تبقى في مكان افضل او شغل افضل، او ان انت مثلا تطور من نفسك، او المبلغ بتاعك مثلا انت بتقبضه من الشغل يكون اعلى. فده برضه في حتى او في كلتا الحالات هو افاده ليك او مفيد ليك. بس دي الحاجه اللي كنت حابب اشاركها معاكم في الفيديو ده، او ان انا يعني هو كله طبعا على ربنا، وكله قدر ونصيب، فاحنا بس ما علينا الا السعي. من هنا لحد اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.